اللي حضرتك بتشوفها قدامك على الشاشة دلوقتي سما المصري، ودي غنية عن التعريف واللي أعلنت توبتها وارتدائها للحجاب من فترة قريبة. أنا خلاص أنا لبست الحجاب، بعد إذنكم لو سمحت شيلوا كل صور ليا في الفيسبوك وهقفل التيك توك، هقفل كل حاجة بس ما الناس تعرف الفيديو. أما الشاب اللي بتشوفه قدامك على الشاشة ده اسمه محمد المطعني، راجل صعيدي، والمفروض إنه بيعمل فيديوهات تمثيل للواقع الاجتماعي في قلب الصعيد. وده تعليق لسما المصري عندي على الصفحة علشان كل الناس تفهم إن أنا مفيش بيني وبين سما المصري أي ضغينة أو خلاف دفعني إن أنا أعمل الفيديو ده، وكان خلافي معاها القديم على اللي هي كانت بتعمله. أما من بعد ارتدائها للحجاب وإعلانها توبتها أنا مفيش بيني وبينها أي خلاف. نرجع بقى لأخونا محمد المطعني. محمد المفروض انه بيعمل محتوى مع اكتر من حد، اكتر من شاب صعيدي وراجل كبير. واللي ما تعرفوش يا محمد ويمكن تستغربوا ان انا شفت كل فيديوهاتك وبتابعها بقالي اكتر من 5-6 شهور، لان انا بطبعي بحب الناس الصعايده، فبحب اتفرج على محتواهم، ويمكن اقعد طول الليل افر واتفرج على فيديوهات التمثيل بتاعت الصعايده. وده برضو اثبات ان انا مفيش بيني وبين محمد اي خلاف شخصي، بل بالعكس كنت بتابعه لحد اللي هقول لك عليه دلوقتي. محمد ربنا كرمه وفتح عليه وشارك حد اسمه بهاء العمده. بهاء العمده ده اللي من فتره كبيره قرر انه يسافر من الصعيد تقريبا للقاهره او الاسكندريه على الحمار. الشاب المصري بهاء العمده الثلاثيني من ابناء محافظه سوهاج قرر ان يخوض رحله تمتد من الجيزه الى اسوان مستخدما الحمار طبعا. قرروا ان هما الاثنين يشتغلوا في مجال التسويق العقاري او الريل استيت، وفتحوا شركه تسويق العقاري. لحد ما من كام يوم محمد قرر انه يطلع يعرض عرض على سما المصري انها تشتغل عنده ب50,000 جنيه مرتب. لما شفت اعلان سما المصري يعني بحاول ان شاء الله يعني لو كانت الفرصه مناسبه ليها، هي شغلانه حلال، فانا بعرض عليها فرصه ان هي تشتغل في شركه العمده والمطعم للتسويق العقاري بمرتب مجزي. هو طبعا يعني ممكن يكون اقل من اللي هي كانت بتكسبه، يعني انا اسمحوا لي اقول لكم المبلغ، يعني هو البنات اللي عندي هنا ما حدش بيتعدى ال 20,000، بس بالنسبه لسما المصري طبعا عشان نساعدها وربنا يثبتها هديها 50,000. يعني فكره انك تشغلها عندك فدي فكره مألوفه ومحموده، خصوصا انك عايز تشجعها على اكل عيش حلال. في رجاله دلوقتي يا محمد بتشتغل ب 5000 جنيه 8 و9 ساعات. محمد المطعني يعني بدل ما هتجيب لنا الفنانه سما المصري تديها 50,000، بص للي حواليك، ادينا يا عم 7-8 آلاف نشتغل معاك، اللي هنشتغل يوم وشهر نايما. يعني بص علينا احنا غلابه يا سيدي، هطلع 200 ابونا عشان خاطر 300 جنيه في اليوم، وهنشتغل يوم و10 نناموا. كل دي كانت مجرد فكره وكلام في الهوا لحد ما سما المصري قبلت العرض وراحت عند محمد الشركه، والمفروض يعني انها بدات تشتغل معاه. ازيك يا حاج؟ اخبارك؟ ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحه، نورتينا والله. اتفضل يا استاذ سما. انا مبسوطه ان انا جيت عند حضرتك هنا في الشركه. تعرف يا محمد انت لو قلت لسما المصري تعالي وهتاخدي 10,000 جنيه محدش كان ممكن يعترض، هتدي فرض 10,000 جنيه. اما كون انك تفك سما المصري ب10 رجاله ب10 بيوت ب10 اسر والتزامات، تخيل لو احنا قدرنا نفتح 10 بيوت من ورا مرتب سما المصري، وسما المصري تبقى البيت ال11. يا جدعان انا كل يوم بتجيني رسايل من بنات اتعرضوا بسبب ان هم بيدوروا على شغل ب2000-3. كل يوم على الله واحده تبعت لي رساله تقول لي يا استاذ محمود هو انا ذنبي ان انا بدور على اكل عيش بالحلال؟ المفروض انها ترجع تبقى زي سما المصري وبعدين تتوب علشان نديها 50,000 جنيه. بالتاكيد هو مالك وانت حر فيه ومحدش ليه سلطان عليك فيه، وانا عارف ان ده بشكل كبير نوع من انواع الدعايه لمكانك وشركتك، ولكن كان ممكن تستخدم الدعايه دي بشكل احسن وانك تتاجر مع ربنا انك تشغل 10 بيوت، وبرضه كان هيبقى من ضمنهم سما المصري. في النهايه ربنا يصلح لكل واحد شأنه. اعتقد انك تخليني اطلع واتكلم عن الموضوع بتاعك ده كان من ضمن اهدافك انك تخلي الناس كلها تتكلم عن الشركه بتاعتك. اتمنى بقى انها تكون دعايه ايجابيه ليك ما هي السلبيه عليك. بس كده.